دي تفضل. أنا عندي وجهة نظر ثانية صراحة على الهلال، وحتكلم بكل أمانة وبكل شفافية. أنت لما تيجي أنا يكون عندي بطولة خارجية أنا أمثل الوطن فيها، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. بتأجل لي مباراة أو مباراتين أو 3 مباريات. مشكورين وما قصرتوا، يعطيكم العافية. أصلا هذه لازم تصير يعني، ولازم نحن نتقبلها كأندية منافسة، إنه الفريق هذا عنده منافسة قارية، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. طيب وانا ورحت ولعبت وما قصرت، حققت البطوله او وصلت لنهائي البطوله، صح انا لا انا غلطان يا كابتن؟ صحيح. بس انا اجي انت تقول السنه هذه الاتحاد الهلال ما لعب الا 44 مباراه، صح؟ صحيح. يعني السنه اللي ماضيه كان اعلى صحيح. المباريات اللي لعبوها. بس اول الهلال كان يقدر يسجل لاعبين يا كابتن. هذا واحد. اثنين، انت اجلت لي مبارياتي وجيت سويت لي جدول، ضغطتني في الجدول هذا، وانا ما عندي رصيد وافي من اللاعبين. هذه نحن من بدايه الموسم تكلمنا فيها يا كابتن، قلنا اي اصابه من اللاعبين الموجودين ال 11 او خارج حتى الاحتياط، اذا واحد اصيب بياثر على المجموعه يا كابتن. يعني للامانه وللانصاف انا اشوف الجدوله حقت الهلال صراحه ظلم فيها، بالذات هذه اللي في رمضان. انت خلال كم يوم تلعب كم مباراه؟ كل 4 مباريات، في شهر كامل 8 مباريات. يعني كثير هذه صراحه وارهاق، وانت عندك اعمده الفريق حقك سالم وسلمان. طيب وش الحل؟ اصابات. ايش الحل؟ تؤجل له مباريات؟ لا، هي قيدها صارت خلاص يا كابتن، هي قيدها صارت. طيب. يعني الهلال هذا وضعه السنه هذه، يعني ما يقدر. طيب. ما حيقدر